مقاصدنا مقام شعرنا ويختم لنا بالحسنى في خير ولف وعافية وعلى هدينا وفي كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظنك وأمانك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسل كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به أما الهدى. سبق العوالم في الوجود بأسرها فكل منه في الحقيقة مبتدا. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكى عناصره الشريفة معتدا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك سيادة سوددا. صلى عليه مسلما مولاه ما آل له وصاب ما نجم بدا. هو الرحمة للعالمين ونعمة فأفضل على كل من برية بالندى. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نزم لمولد أحمد.
كأن عاش الأرواح عند سماء وتقلد الأسماء درا نددا يا ربي أتري بالصلاة درياه وأدم عليه سلاما ذاتك سمدا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلا بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجنان المفردا إذ قال جل لكذبة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا وهو الحبيب المجتبى كدما كما قص هذا بالدليل وأسندا وعليه بأذال النبوات أفريرا ولنا به المولى المعظم أسعدا وبجهاد ما لاح هذا النور إذ حر الملائكة المنحيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقرب بوالديه وأبدا وما إله من السفاه أصوله وعلوا به شرفا لما أو أمجدا لوالدي الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في حديث وعيدا قد آمن حقا به فاستوجب كل نجاة وبالجنان تخلدا وهما يكينا يجيان ومن يقول بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع سلهم وهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا ربي أتر الكبرات ودلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وهو النبي محمد فهو النبي محمد بن زبيهم من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبده مطلب أبوه وبعبده مطلب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فهو النبي محمد بن زبيهم من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطلب أبوه وقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى أعني بني عبد منافهم من ينتمي لقصي بن كلابهم مجري الصدى وهو ابن مرة نجل لكعبهم الذي للعيهم نصيب بن غالب بن إذا ذاك بن فهر من أبوه مالك قد كان حسنا للعنام ومعوذا السيد بن نذر مفرد عصره
من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بني خزيمة بني من بالفخار سماء وبقاء قوعدا وهو ابن مدركة بني الياس الذي في سلبه سمي النبي موحدا يعزى إلى مضر وابن نزار أبني به بنا معدهم من أوجدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من لذ به لدن انتساب كدا وهذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخذ من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان مشفع ينتهي ويكذب النسب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل قد وحدا أكرم به نسبا بأكل نظامي وهرم فاخر وجود مقلدا يا رب أجل بالصلاة ربيعه وأدم عليه الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 فاجعلنا من الأحياء سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 فاجعلنا من الأحياء نشاهد حسن من نهوى وتدنو مننا ألوى نشاهدها بهذه الدار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 فاجعلنا من الأحياء وما ألوى سوى ذاتي وأوصافي وحالاتي ومنها دارت الأدوار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 الله
ربي فاجعلنا من الأخيار ومن كتب الملل عطاس أبي بكر أخذت الكاس ولاحت لي به الأسرار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب أغيثوا من أتى مختار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 فاجعلنا من الأخيار اللهم صل وسلم يا رب اعتر بالصلاة ضريحه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره سر المسون الأسعدا اختص آمنة الرضا أمة له ولها به عم الهنا وتعبدا حملت بجوهره الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بشرك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطرت والأنس وفا والسرور تجددا وبعامها قد عم حزب في الورى من بعد جذب للبرايات أجدهدا وتباشرت بشرف الغرب الوهوش وبالصفا طير المسيرة غردا وأهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يهجدا وبعام فتح لقبول عام إذ كم من فتوحة به لن تعهدا وجميع أخبار روت أخباره وذهابها وجه زمان كواردا وتقول هان ظهور بدر السعدي من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل نساء كرامة للمصطفى حملت ذكور الرشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا ربي عتر بالصلاة ضريحه وأدم يا رب عتر بالصلاة ضريرحه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا
من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواكه من أرض شام مسعدا وأقام فيها عندهم متوجئا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجام هذا الكون من نفاحته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسيا التي منحيت هدى وأتى من الفردوس حروم معهما ليكون تأنسا لها وتوددا فهناك قد جاءك المخوض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا. سبحان الله. صلى الله على محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني، فهذا اليوم غرت، واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك،
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صل وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di tengah-tengah kita ada beberapa anak bayi yang insyaallah akan sama-sama kita resmikan namanya. Yang mana nama tersebut telah merupakan oleh kedua orang tuanya dengan nama yang baik sesuai apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna fi yaumil qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'ikum fa ahsinu asma'akum. Walhamdulillah. Nama-nama tersebut yaitu yang pertama As-Sayyid Ahmad Alawi bin Muhammad Fadil Al-Kab. Yang kedua Asy-Syarifah Fakhirah binti Husain Baragbah.
Yang ketiga As-Sayyid Hanan Lutfi bin Abdullah Bahsin. Yang keempat Muhammad Ilyas bin Muhammad Fahmi Hasan. Yang kelima Shanum Ashanum Aisyah, Shanum Aisyah Tamimi binti Tri Tamimi. Yang keenam Samirah Labibah Hassan bin Muhammad Khalid Hassan. Yang berikutnya Asy-Syarifah Syekhah Nafisah binti Muhsin Al-Kab. Kemudian Syarifah Nawal Fitriyah binti Muhammad bin Abdurrahman Al-Kab. Anallah yaj'alhum min iyal samah. Anallah yaj'alhum min banata'in muti'in lillah wa li rasulih wa li walidayil islam wal muslimin. Ala hadina wa kuniya sallallahu ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Minta wali nikah segera maju ke depan berhadapan dengan calon suami. Seluruh wali nikah silakan duduk berhadapan dengan calon menantu. Seluruh wali nikah minta berhadapan dengan langsung berhadapan lurus. Seluruh sallu ala Nabi Muhammad. نوينا نأتي بخطبة النكاح ما نواه أهلنا وأسلافنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المرهوب من عذابه وسطوته المطاع سلطانه نافذ أمره في سمائه وأرضه خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزلهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته وقدرته جعل المصاهرة نسبا لاهقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم به الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما بعد فإن أمر كل بيد الله يقضي بها ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه
ولا راد لقضائه ولا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا يجتمع الاثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب الله من قد سبق. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن الله أحل النكاح ونلب إليه بقوله فانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا الفقراء يغنيه الله من فضله والله واسع عليم. وحرم السفاح وأوعد عليه بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى آمرا بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تزوجوا تناكحوا تكثروا فإني مباين بكم الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصلي وأصوم وأفطر وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. قولوا جميعا بسم الله بسم الله والحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أستغفر الله من ترك الصلاة ومن تقصير في الصلاة ومن ترك الزكاة ومن التقصير في الزكاة. نستغفر الله من ظلم الخلق نستغفر الله العظيم ونتوب إليه تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم إنه لغفور رحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا سيد محمد صالح بن شيخ على إدروس أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا سيد محمد صالح بن شيخ على إدروس زوجتك وأنكحتك محتوبتك ابنتي شريفة سرية بمهر خاتم من الذهب نقدا
هذا نقدا. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Diki Abdillah. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Sayyid Diki Abdullah bin Hilmi Al-Kab, uzawwijuka ala ma amarallah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Sayyid Diki Abdullah bin Hilmi Al-Kab, zawwadtuka wa ankahtuka mahtubataka ibnati Syarifah Lubna Bahsid bimahar ulus salasami'a rupiah alaf rupiah nagdan. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril mazkur. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illallah. Lawan cincin. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi taqullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Ya Sayyid Muhammad Ali Ridha bin Muhammad Bagir Barakah, uzawijuka ala ma amarallah bihi min imsakin bima'rufin aw tahsirihi bi ihsan. Ya Sayyid Muhammad Ali Ridha bin Muhammad Bagir Barakah, zawwadtuka wa ankahtuka mahtubataka ibnati Syarifah Aminah Hanun madihij bimahar khatim min az-zahab hadza naktan. Qabiltu tazwijaha wa nikaha bil mahril madhkur. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya, salah. Bismillah. Bismillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Sayyid Abdurrahman Azmi bin Ali Rusdi Al-Kab, uzawijuka alama amalullah bi min imsakin aw tasrihi bi ihsan bil ma'ad. Ya Sayyid Abdurrahman Azmi bin Ali Rusdi Al-Kab, uzawijuka alama amarallah bihi min imsakin bil ma'rufin aw tasrihi bi ihsan. Ya Sayyid Abdurrahman Azmi bin Ali Rusdi Al-Kab, zawwajtuka wa ankahtuka mahtubataka Syarifah
Fatimah Kamila bin Daniel bin Muhammad Sahab hala kauli wakilan bitazwiji haminka bil mahar salasamiya alaf rupiah naqdan. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril mazkur. Barakallahu bil khair. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ridha astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Allahumma alif bainahum kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahum kama alafta baina Ibrahim wa Sara wa alif bainakum kama alafta baina nabiyina Abi Talib Fatimah az-Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bain Khadijah al-Kubra wa Aisha ar-Ridha wa ghairihim. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والى هناك تمرنا من عزم مولده المتفردا نسأل المولى المقدس والقلوب يا من الله المنتهى والمبتدا ندعو يا رؤوس العباد بجاهه كن في حدود لنا معينا مجددا وعلى عوائدك للإحسان فاجلنا فكل عدها بالجميل معودا وبما نعمل يا كريم فاجلنا فضلا وكن بالجود منك مزيدا وامن بصرف النفس عن شهواتها فابكر فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر كل ما جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا واجد بلطفيا من بالمكام عودا وباليد الإيمان فعلي قلوبنا ولا بأنوار معارف عاشدا وإلى سك فلا ذكرنا واسكنا غيثا مغيثا للبرية جيدا وارزق لما طه وزل خيره واخذل لمن قد كرم سوءا أودا وكذا بلاد المسلمين اغفر لها جمعا وفي فرائق قريب تعمدا وادع إلى سلطاننا بعناية وانصر به شرع الخليفة ومهددا ولدينا ثبت وقوي يكيننا كيما يكينا ما نهاذر ودا ونفوذ من خير الورى بشفاعة ونعوذ من جنة عدن معدا ولعبدك الرزاق الفقير محمد منشي بدرك كرامة خلدا وأذم له حسن الجوار بيتمة وارزقه سرا عن سواك مجيردا ولديه في الكذا ذرية وامننهم السترا جميلا محمدا وشيوخه أحبة ولكائه ولسامي يسعى إليه ممجدا وللمجهر هذا الخير واشكر سعيه واجعله في عهد القبول محمدا واجب دعانا إذ وهبت وهب لنا حسن الختام فهاشا تهب موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أذكى شفيع للبرية قد هدى والآل وأصحابه محبة صباه فعملت الحسنى الترتيب الأملدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الفاتحة جبي وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة وياسين والتهليل والتسبيح والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نهدي ثوابا ونقدم حضرة حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلي وطرته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين جميع عباد الله الصالحين، ثم إلى روح المهاجر اللهم بن عيسى وابن بديل وسلم وابن إلى سادة الأعظم
تعين الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي بعلي وسلم وفرهم، والمقدم الثاني عبد الرحمن الشقاب، ثم إلى أرواح جميع الأبي الذين مكانهم مشارق الأرض إلى مغربها، ثم إلى أرواح متقدم حلم تقاد الجزيل البلاد وذا البيت من آل الأبي العلماء والأولياء والصالحين، خصوصا المذكور. آمين آمين آمين. الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن محمد السقاب، ثم إلى الحبيب أحمد بن جعفر السقاب، ثم إلى الحبيب حسين بن أحمد السقاب، ثم إلى الحبيب حسين زين عيديد، ثم إلى الحبيب أحمد بن عمر بن محمد بن شهاب، ثم إلى الحبيب علي بن عمر بن شهاب، ثم إلى الحبيب عمر بن أبو بكر المشهور، ثم إلى الحبيب صالح بن أبو بكر المهضار، ثم إلى الحبيب محمد بن حسين بعبود، ثم إلى الهبابة سيدة بنت حسين السقاب، ثم إلى الهبابة رقية بنت أحمد بن عمر بن شهاب، ثم إلى الحبيب الشيخ بن عبد الله بن أحمد بن حسن، ثم إلى الحبيب محمد بن علي الحبشي، ثم إلى الحبيب محمد حلمي بن عبد الرحمن بن شهاب، ثم إلى الحبيب عمر بن أحمد بن شهاب، ثم إلى أرواح أبناء حبيب عمر بن أحمد بن شهاب، منهم الحبيب علوي وشيخ وزينة وشفاء وزوجته لبابة خديجة بنت صالح المخبار، والحبيب عنيس بن عبد الله الكاب، ثم إلى الحبيب فيصل بن علي الحبشي، ثم إلى الهبابة بريدة بنت عبد الرحمن بن شهاب، وابن الحبيب حسن بن أحمد السقاب وزوجته والشريفة خديجة بنت علي بن شهاب، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته. ثم إلى روح صاحب الخال الحبيب قطب الرضا، الحبيب الداعي إلى الله حبيب عمر بن أحمد بن عمر بن شهاب، والحبيب علي زين العابدين بن حسن السقاب، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته. والدينا ووالديهم خاصة، وأنباتنا وأنبات المسلمين عامة، بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة برحمته، ويعيده علينا من بركاتهم وأسرار وأنوار في الدين والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر أجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخلوا الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حقنا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين. لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فاتحته وآية الكرسي وثلاثة من قل الله أحد والمعوذتين إلى رحم اجتمعنا هنا بسببهم هذا مذكورنا أسماءهم ولم تكن منهم نذكرهم خصوصا إلى صاحب القول الحبيب الداعي إلى الله قد بالرضا الحبيب عمر بن أحمد بن عمر بن شهاب والحبيب زين والحبيب علي زين العابدين بن حسن السقاف ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم وجنته برحمته والدينا والدهم خاصه واموات المسلمين عامه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك وفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ على إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى تتراضى من عليها وأنت خير الوارثين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثم قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله بحمده وما قلنا من قولي يا الله يا الله وما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونهدي ثوابها إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وابنه عبيد الله واسمه إبراهيم وإلى الأستاذ الأعظم سيدنا البقي المقدم الحبيب محمد بن علي بعد واسمه إبراهيم والمقدم الثاني عبد الرحمن سقاف ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأنجاب والأوتال والأبدال والصديقين والشهداء والصلى الله على العمل والأولياء والسلم والحاضرين والمجمعين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وأولياء القرآن أجمعين وأهل الصوفية المحققين أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغربها ثم إلى أرواح متقدمين لهذا البيت وحد الهارضي جوزر البلاد من الأبي علوي منهم الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف الحبيب أحمد بن جعفر السقاف ثم إلى الحبيب حسين بن أحمد السقاف ثم إلى الحبيب حسين بن زين عيدين ثم إلى الحبيب أحمد بن عمر
بن محمد بن شهاب ثم إلى الحبيب علي بن عمر بن شهاب ثم إلى الحبيب عمر بن أبو بكر المشهور ثم إلى الحبيب صالح بن أبو بكر المعبار ثم إلى الحبيب محمد بن حسين بعبو ثم إلى الهباب سيدة بنت حسين السقاف ثم إلى الهباب رقية بنت أحمد بن عمر بن شهاب ثم إلى روح الشيخ عبد الله بن أحمد بن حسان ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي الحبشي ثم إلى الحبيب محمد حلمي بن عبد الرحمن بن شهاب ثم إلى روح أبناء الحبيب عمر بن أحمد بن شهاب منهم الحبيب علوي وشيخ وزين وشفاء وزوجته هبابة الشريفة خديجة بنت صالح المخضار والحبيب عنيش بن عبد الله الكاب ثم إلى الحبيب فيصل بن علي الحبشي ثم إلى هبابة فريدة بنت عبد الرحمن بن شهاب وأبناء الحبيب حسين بن أحمد السقاف وزوجته الشريفة خديجة بنت علي بن شهاب ثم إلى روح مجتمعنا ها هنا بسببه صاحب الخال الحبيب قطب الرضا الحبيب عمر بن أحمد بن عمر الحبيب عمر بن أحمد بن عمر بن شهاب والحبيب علي زين العابدين بن حسن السقاف أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم والجنة برحمته والدينا ووالديهم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وإجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم بدار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم يغفر الله سيئاتهم فيها سلام والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، Ma'asyiral habaib, ma'asyiral azatiz, yang namanya tidak dapat Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah hadirnya mereka di hadapan kita menambah keberkahan untuk kita semua.
Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk duduk berkumpul di rumah salah satu seorang wali min auliyaillah, al-arif billah, al-habib Ahmad bin Umar, al-habib Umar bin Ahmad bin Umar bin Syihab. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Alaikum falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qulubil arifin bi anwaril yaqin wa khassahum bi khasa'isil qurbi unwanan lil muttaqin wa rafa'a darajatin man syaa min ibadihil muflihin min al ulama'il 'amilin al warithin iris sayyidina al mursalin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman min yawmina hadha ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ali. Amma ba'du. Berdirinya Al-Fakir di sini untuk membacakan al-manaqib atau khulasah manaqib ad-da'i ila Allah Sayyid Al-Ustaz Jadduna al-Barakah Umar bin Ahmad bin Umar Shihabuddin radhiyallahu an. Katabahu al-Ustaz Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman Shihab wa jama'ahu Sayyid Muhammad bin Ali bin Husain as-Saqqaf. Adapun nasab sahibul haul yaitu As-Sayyid Umar bin Ahmad bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Abdullah bin Shihabuddin bin Muhammad bin Ala bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Qadi bin Ahmad Shihabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran bin Abdurrahman Saqqaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib al-Mirbat bin Ali Khali' Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Rumi bin Muhammad al-Najib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Bagir bin Ali Zain al-Abidin bin al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu handa dari sahibul hal Al-Habib Umar bernama Masayu Zulaikha binti Masagus Jamaluddin. Sedangkan istri beliau bernama Asy-Syarifah Khadijah binti Saleh bin Abi Bakar Al-Muhdar. Habib Umar dilahirkan di kota Palembang tanggal 7 Rajab 1345 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Januari 1927 Masehi. Pertumbuhannya, Al-Habib Umar tumbuh sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Di bawah asuhan kedua orang tuanya sejak kecil, ia sudah mendapati pendidikan dari ayahnya terutama dalam pendidikan akhlak. Al-Habib Umar juga sejak kecil sudah mengikuti jejak langkah ayahnya baik dalam pergaulan ataupun perdagangan. Karena itulah ia kemudian mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan. Ia juga menyaksikan banyak kejadian di sekitar ayahnya dengan cara yang baik dan mudah, serta dengan ilmu hikmah dan siasah atau strategi. Inilah yang ia fahami dari ungkapan para ulama bahwasanya seharusnya bagi seorang alim atau dai harus memiliki ilmu seperti ilmunya para ulama, hikmah seperti para hikmahnya hukama, dan strategi seperti strateginya para raja.
Ketika Al-Habib Umar berusia 12 tahun atau pada tahun 1937 Hijriah, ia belajar di sekolah syariah di 13 Ulu Palembang selama 2 tahun di bawah asuhan Al-Habib Umar bin Abu Bakar bin Alwi al-Masyhur. Masih terngiang dalam ingatan kita sang guru berkata dalam puisinya, Umar al-Masyhur yad'u lillati aw fi zamana an yuhibbal ilm yanmu al-masakin al-yatama ayyuhat talmiz ahlan la takhaf anta malama tafaddal tasharraf talak bardan wa salamah. Umar Masyhur mengajak siapa yang ada untuk cinta ke dalam ilmu dan membantu orang-orang miskin dan anak yatim. Wahai murid, jangan engkau kosongkan masamu, pasti kau akan mulia dan mendapatkan keselamatan. Kemudian pada tahun 1940 Al-Habib Umar pindah ke Madrasah Al-Ihsan. Pada saat itu di sekolah ini yang mengajar adalah Al-Habib Hamid bin Syekh Abi Bakar, ayah dari Ustadz Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim atau sering kita kenal sebagai Ustadz A. Dan pada tahun 1943 Al-Habib Umar juga belajar di Madrasah Al-Muallimin di Tanjung Priuk Muara Inim kepada Syekh Haji Malian Jaman. Kemudian pada tahun 1952 beliau mulai mengajar di Madrasah Matlaul Anwar di Jalan Selat Gaspar Teluk Betung Lampung. Dan juga pada tahun 1954 di Madrasah Al-Kafiyah. Al-Habib Umar juga adalah seorang yang memiliki banyak informasi dan pengalaman. Diceritakan bahwa orang-orang yang datang bertemu dan belajar kepada beliau tidak merasa sudah menghabiskan waktu selama 2 jam karena mendengar cerita, keterangan yang disampaikan oleh beliau. Ia juga menganjurkan bahwa kita untuk selalu belajar dan beramal seperti yang diucapkan di dalam syair. Liqa'un nas la yufidu syai'an siwal hadayan min qil wa qal fa ugallil min liqa'in nas illa li akhdhil ilm aw li islahi hal. Berjumpa dengan manusia itu tidak memberikan faedah sedikit pun kecuali 2 masalah, qil dan qal, katanya ataupun menurutnya. Maka setidaknya berjumpa dengan manusia kecuali untuk menimba ilmu dan memperbaiki akhlak. Adapun guru-guru beliau, yaitu yang pertama ayahandahnya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Syahab dan pamannya Al-Habib Ali bin Umar bin Syahab, Al-Habib Umar bin Abu Bakar bin Alwi al-Masyhur, Al-Habib Muhammad bin Husain bin Syahab, Al-Habib Ahmad bin Hamid al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Uthman al-Madihij, Al-Habib Abdul Qadir bin Husain bin Umar bin Syahab, Al-Habib Saleh bin Muhsin al-Hamid, Al-Habib Ali bin Hasan al-Habshi, Al-Habib Muhammad bin Taha al-Habshi, Kiai Al-Haj Malian Jaman, Al-Ustadz Jinung bin Abdullah dan yang lain-lainnya. Al-Habib Sahibul Hal juga mendapat ijazah dari berbagai para habaib. Minhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Habshi, Kuitang, Al-Habib Ali bin Husain Bungur, Al-Habib Salim bin Ahmad Jindan Jakarta, Al-Habib Husain bin Abi Bakar bin Alwi bin Syihab Bangil, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syihab Palembang, Al-Habib Ahmad bin Hamid Palembang, Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim Palembang, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang, Al-Habib Alwi bin Ahmad Bah Hussein. Kegiatan atau kegigihan dalam berdakwanya Sahibul Hal, adapun kegigihan dalam berdakwah sangatlah besar. Kegigihan ini dapat diungkapkan seperti pepatah himmatur rijal tahdimul jibal. Kegigihan seorang lelaki atau seorang pemuda mampu untuk menghancurkan sebuah gunung. Al-Habib Umar juga dikenal masyarakat kota ini sebagai seorang laki-laki yang alim, sabar dan tawadu. Ketawaduan dan atau kerendahan beliau, di antara sifat ketawaduannya adalah ketika ia datang menghadiri suatu majelis, maka ia duduk di suatu tempat yang ia dapati saja. Ia tidak memaksakan untuk di depan seperti yang dilakukan oleh para salaf.
kita yang tidak mengharapkan ketenaran atau kemasyhuran. Hal ini pernah diungkapkan oleh Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad di dalam syairnya, tawadu' takun kan nujum lah lin nazar ala safahatil ma'i wa huwa wadi wa la takun kad dukhani ya'lu bi nafsihi ala sifatil ju wa huwa rafi. Tawadu' seperti bintang yang menyinari siapa saja yang memandangnya, walaupun ia ada di dalam genangan air yang rendah. Jangan jadi seperti asap yang meninggi sendiri pada angkasa udara yang jauh. Pada tahun 1970 Hijriyah sampai akhirnya hayatnya, Al-Habib Umar selalu rajin mengisi majelis-majelis ta'lim di Palembang seperti Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin, Masjid Jami' Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf, Masjid Jami' Jauharul Iman, Masjid Al-Ihsan, Al-Islah, dan beberapa musalla yang tidak bisa disebutkan secara rinci. Pada tahun 1976 Hijriah, Al-Habib Umar masuk ke daerah Mentok dan membangun sebuah madrasah yang bernama Al-Fitrah dan menjadi pengajar di sana. Adapun anak-anak sahibul hal, Al-Habib Umar memiliki dua anak laki-laki, yaitu Al-Habib Alwi dan Al-Habib Syekh, dan memiliki 5 anak perempuan, yaitu Zainah, Syifa, Salwa, Talha dan Suraya. Wafatnya sahibul hal, Allah menghendaki beliau meninggal di Mekah pada tanggal 20 Zulhijjah 1417 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 28 April 1997 Masehi. Sekalipun beliau tidak memiliki bekal dan persiapan untuk beribadah haji, tetapi ketentuan Allah berkata lain. Pada tahun 1417 Hijriyah, sebelum ia pergi haji bersama rombongan jamaah dari Solo, ia sempat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat di Masjid Ar-Riyadh Solo, dan makan malam bersama Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lalu kemudian ia berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji dan umrah. Tetapi ajal akhir datang setelah ia selesai melakukan semua urutan ibadah haji. Ia menunjukkan bukti husnul khatimah yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fil hadits an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza arada Allah bi 'abdihi khairan ista'malahu. Qalu kaifa yasta'miluhu? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yuwaffiquhu li 'amalin salih qabla mautihi. Di dalam hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki seorang hambanya akan kebaikan, maka Allah akan membuatnya berguna. Lalu sahabat bertanya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membuatnya berguna ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jalan menuntunnya melakukan perbuatan saleh sebelum ia wafat. Sungguh benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan beliau agar mendapatkan semua maksud dan tujuan yang kita cita-citakan, menyampaikan segala permohonan dan pembukaan bagi kita pintu untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita berakhlak dan senantiasa mengikuti mereka para pemimpin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ridho kepada kita. Demikian biografi yang singkat ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala diselesaikan. Kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan tulisan ini ikhlas hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menginjak acara selanjutnya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala telah kita dengarkan manaqib sahibul haul Al-Habib Umar bin Ahmad bin Umar bin Syahab
Menginjak acara selanjutnya, kita akan dengarkan mau'izah hasanah. Yang pertama yaitu yang akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya, dan yang kedua yaitu Al-Habib Alwi bin Isa As-Saggaf. Fa'alaikum falyatafaddala mashkura. Sallu ala Muhammad, sallu ala Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, salatan yasri sirruha fi juz'iyatina wa kulliyatina wa tadhharu bi barakatiha fi harakatina wa sakanatina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para habaib, guru-guru kita, Al-Habib Hamid An-Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Muhsin Al-Habshi, Al-Habib Ali Alwi, para habaib yang cukup banyak di tempat ini, yang insya Allah dari perhatian-perhatian mereka menambah keberkahan dan menyambungkan kita kepada sahibul haul, yang menyambungkan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hamba-hamba yang terpilih, yang mana hamba yang terpilih ini selalu melalui proses-proses untuk pembentukan kepribadian dan pembentukan hatinya. Maka tidaklah mereka menjadi pelita-pelita, menjadi tempat keluarnya sinar dan memberikan sinar kepada masyarakat yang ada, kecuali orang-orang seperti itu adalah orang yang memang telah mendapat pendidikan, baik pendidikan yang berjalan dalam kehidupannya ataupun pendidikan daripada guru murabbi yang mendidik langsung, membentuk kepribadiannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pembentukan yang Allah Subhanahu wa taala bentuk, contohnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau lahir dalam keadaan sudah tidak punya ayah. Kemudian baru lahir sudah berpisah dari ibunda tercintanya. 4 tahun beliau tinggal di Taif dengan ibu susunya Sayyidatuna Halimah. Kemudian setelah itu balik berjumpa dan berkumpul dengan ibundanya umur 6 tahun ketika beliau diajak berziarah ke makam ayahnya Sayyidina Abdullah. Maka kembalinya beliau dan sampai ke daerah yang disebut dengan Abwah. Di situ ibundanya menghembuskan nafas yang terakhir. Beliau masih berumur 6 tahun. Tapi proses kehidupan yang sungguh luar biasa. Pahitnya kehidupan yang berjalan, yang ada
Dan tidaklah ini karena memang hikmah yang besar Allah Subhanahu wa taala yang langsung mendidik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu wa taala yang langsung mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. Hikmahnya, kalau anak-anak seperti umur 6 tahun, jika ada masalah di luar, ada masalah dengan kawan-kawan, maka dengan mudah anak itu kembali kepada orang tua, mengatakan wahai ayah, wahai ibu, mengeluhkan keadaannya. Tapi baginda Sayyidina Muhammad mau mengeluhkan kepada siapa beliau? Ayah sudah tidak ada, ibunda sudah tidak ada. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menyambungkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau apabila ada masalah kembali kepada Allah. Beliau mencari sesuatu kekuatan, yang kekuatan itulah mengatur segala-galanya. Ini proses di dalam pembentukan yang dicontohkan daripada proses yang ada kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan yang lebih ajaib lagi untuk beliau. Dan begitulah pembentukan. Seseorang kalau tidak melalui proses pembentukan kepribadiannya, maka sulit orang itu akan terbentuk berapa banyak bibit-bibit unggul, akan tetapi tidak tertanam dengan baik, maka hanya sekedar hilang begitu saja. Bibit-bibit unggul yang luar biasa banyak, kalaupun ini tertanam dengan baik, maka akan timbul berbagai macam warna, berbagai macam cahaya-cahaya pelita. Dan subhanallah, lingkungan yang sahibul hal pada saat itu berada adalah lingkungan yang istimewa. Al-bi'ah, lingkungan yang membentuk kepribadian seseorang bukan untuk gaya-gayaan di dalam hidupnya, bukan untuk pamor di dalam hidupnya, karena memang terbentuk hidup dengan kesederhanaan, plus ditambah daripada banyaknya murabbi, banyaknya contoh-contoh figur yang bisa memberikan contoh. Ketika mereka masyarakat melihat, maka figur yang ada pada mereka adalah figur yang mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan guru-gurunya yang lingkungan pada saat itu, dan luar biasa beruntung orang-orang Palembang, karena banyak Allah Subhanahu wa taala titipkan di bumi ini para aulia, para sholihin, bahkan wali-wali yang menjadi pemancar cahaya di Nusantara. Banyak Allah Subhanahu wa taala berikan, yang letak daripada Sumatera ini, dari Hadramut atau dari mana-mana, lebih dekat untuk turun di wilayah-wilayah seperti ini. Maka berkumpul para aulia, berkumpul para sholihin, yang tentu ketika mereka datang hanya menginjakkan kaki saja di satu tempat, maka itu sudah menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ada diceritakan satu ulama ketika berjalan di malam hari pada saat itu ingin mencari tempat untuk bermalam. Maka ketika orang ini, guru ini melalui satu tempat, dia lihat ada satu rumah yang sudah hancur, rumah yang sudah tidak ada lagi dikatakan rumah, tapi dilihat di situ ada cahaya. Maka dia datangi rumah itu, dia bersih-bersihkan, dan dia tinggal di tempat itu dengan mengatakan 100 tahun yang lalu tempat ini adalah tempat yang dilakukan ibadah oleh seorang yang soleh. Ada bekasannya. Ini lingkungan yang mahal,
yang dibentuk. Memang Allah Subhanahu wa taala membentuk lingkungan ini. Berapa banyak kita lihat para aulia, bahkan bukan sekedar wali-wali yang ada di zaman-zaman baru ini, tapi ratusan tahun sudah ada di tempat ini. Allahu Akbar. Ini lingkungan yang mahal nilainya, bisa membentuk kepribadian seseorang. Di Hadramut, di Terim, mereka itu memang sudah terbiasa. Lingkungan tidak bicara tentang TV pada saat itu, tidak berbicara tentang hiburan, maka pengalihan hiburan mereka adalah Al-Quran. Pengalihan hiburan-hiburan mereka adalah azkar, aurat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan yang indah, lingkungan yang mahal yang terbentuk kepada seseorang, itulah yang membentuk kepribadiannya untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seseorang yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, imshu ilallah urjan makasir wa makasir. Berjalanlah kalian mendekat kepada Allah dengan terpincang-pincang dan terpatah-patah. Jadi kalau arahan daripada para salihin untuk seseorang itu bisa dekat kepada Allah, sebagaimana yang kita ceritakan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mendekat kepada Allah dengan proses kehidupan yang beliau jalankan. Sebelum beliau mengenal kehidupan, terlebih dahulu dikenalkan kematian oleh Allah. Tapi di situ hikmah yang besar. Maka dari itu berapa banyak para aulia, para salihin yang ketika membentuk anak-anak didik mereka, maka dididik anak-anaknya. Lihat di dalam tarbiyatul aulad di dalam Islam, baik yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin atau dalam kitab-kitab lainnya, diajarkan, dikatakan bahwasanya ajarkan anak-anak kita tidur di tempat yang keras. Ini pendidikan Islam. Jangan biasakan mereka tidur di tempat yang empuk. Karena apabila dibiasakan tidur di tempat yang keras, maka jasadnya nanti akan kuat. Dan biasakan anak-anak kita makan, jangan berlebih-lebihan, bahkan sekali-kali kasih makanan hanya sekedar makan pokok saja. Nasi misalnya, hanya sekedar nasi tanpa ada lauh. Sekali-kali perlu dididik. Kenapa? Agar di dalam pemikirannya tahu bahwasanya lauh ini bukan satu kewajiban. Karena ada orang yang kalau nggak ada lauh itu meja makan dibanting, meja makan hancur, marah-marah, seakan-akan lauh itu adalah satu kewajiban. Dalam tarbiyatul aulad, dalam pendidikan anak, ajarkan sekali-kali anak kita hanya makan nasi tanpa ada lauk, agar mereka tahu bahwasanya hidup ini bukan untuk makan, tapi makan ini untuk menyambung kehidupan di dalam ibadah kepada Allah. Bahkan diajarkan, katanya, bilangin kalau makan jangan banyak-banyak. Kalau banyak, kalau makannya sedikit, puji itu makannya orang-orang soleh. Tapi kalau makannya banyak, katakan itu seperti sampi, seperti kerbau. Ini hadirin, ini yang tertulis dalam kitab-kitab pendidikan mereka para ulama kepada generasi yang akan dibentuk. Banyak lagi lain-lainnya. Belum lagi pendidikan untuk menghancurkan hati. Berapa banyak di dalam pendidikan-pendidikan yang mereka didik, ada seorang datang, Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf, datang ke India belajar kepada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Ketika datang mengetuk pintu minta izin, maka ditanya apa hajatnya, mau belajar. Maka beliau, gurunya pesan jangan dibukakan. Dilihat masih ada, masih. Gurunya makan. Setelah makan selesai, kobokan, dibersihkan tangannya, lihat masih ada atau tidak, masih ada. Guyur ini orang.
Guyur, tuangkan bekas air kobokan ke badannya, dituangkan. Coba lihat masih ada atau tidak. Maaf kalau di zaman sekarang mungkin anak-anak bilang emang guru kamu aja. Kenapa? Hati yang masih liar, hati yang tidak terbentuk. Tapi mereka di dalam pendidikannya, karena Al-Habib Ali bin Abdullah adalah seorang murid yang terdidik daripada seorang gutub, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mendidik anaknya bukan sekedar ilmu, tapi tarbiyah di dalam hati mereka, menjadikan hati-hati mereka adalah hati yang dipersiapkan untuk menjadi pahlawan-pahlawan Islam. Di antara pendidikan dari Imam Al-Haddad ada satu guru, satu muridnya itu nerima tamu, kebenaran Imam Al-Haddad tidak ada, maka ini tamu terus banyak bicara, muridnya ini banyak bicara kepada tamunya. Ketika banyak bicara kepada tamunya, akhirnya selesai Imam Al-Haddad datang, tamunya pulang, maka Imam Al-Haddad memerintahkan ambil batu di luar. Muridnya ambil batu, masukkan ke mulut kamu. Peringatan. Ini luar biasa, tarbiyah pendidikan yang ada pada mereka, bukan sekedar mendidik ilmu, tapi mendidik kesiapan batin, jiwa, kepribadian untuk siap menjadi pejuang-pejuang penerus Sayyidina Muhammad. Kemarin banyak juga duduk dengan Al-Habib Hamidin Nagib bercerita tentang bagaimana Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam tarbiyah, di dalam mendidik anak-anak santrinya. Kalau ada gelagat-gelagat yang tidak pantas, kalau ada gelagat-gelagat yang kelihatannya, dan beliau mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala terangkan mata hatinya dengan nur. Melihat ada muridnya yang tidak cocok dengan kepribadian yang ini bahaya, maka dibentuk di antara mereka, langsung dimarahin, ada yang dipukul. Ini adalah tarbiyah. Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani gaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, beliau juga terkadang beliau katakan bahwasanya terkadang beliau mengatakan kata-kata yang kasar kepada murid-muridnya untuk membentuk kepribadian hati-hatinya. Maka mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita masukin anak ke pondok misalnya, maka jangan cari fasilitas. Al-Imam Ibnu Hajar masuk pesantren di Mesir, beliau mengatakan duduk 4 tahun di Mesir nggak pernah ketemu daging. Tapi siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Hajar? Ini adalah tarbiyatul rijal. Ini adalah pendidikan dari mereka, orang-orang yang kenal kepada Allah, orang-orang yang tahu jalur bagaimana untuk menyambungkan hati kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita, menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang mendekatkan kita kepada Allah, dibukakan hati kita, diberikan keberkahan. Tidak ada wajah-wajah yang hadir di tempat ini kecuali wajah ini dapat bersambung kepada sahibul hal dan menjadi gerakan penyambung daripada sahibul hal. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita lakukan dalam gerakan-gerakan kebaikan, ya Rabb, sambungkan gerakan ini dengan sahibul hal dan jadikan gerakan yang ada selalu mendapat keberkahan daripada para auliamu yang bersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tardah walakal hamdu idza radid walakal hamdu
ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa 'anahum 'alaih waffiqna lil khair wa 'inna 'alaih wa jannibna 'anil dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin. Para habaib, para orang tua kita, pembimbing kita yang mengajarkan kita berbagai macam ilmu, yang membimbing kita, wabil khusus para habaib yang datang dari Jakarta, Al-Habib Hamidin Nagib, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Palembang, para habaib, alim ulama, juga hadirin sekalian. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang mengundang rahmat Allah, yang menyebabkan dosa kita diampuni oleh Allah, nama kita dicatat oleh Allah, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Berkumpullah kita sama orang yang baik, walaupun kita tidak seperti derajat-derajat mereka. Dengan niat berkumpul kita dengan orang baik, niscaya kita digolongkan pada mereka. Ma'asyiral hadirin, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turiduna zinatal hayatid dunya ila akhiril ayah. Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk berkumpul, duduk dengan sabar. Para sahabat-sahabatnya, ada ashabus suffah, mereka yang datang dari kota Yaman yang dipimpin oleh Sahibud Daus, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dinamakan ashabus suffah. Suffah itu di belakang masjid. Kemudian dia ada tempat khusus, tempat kecil, tempat dia datang, tempat tinggal mereka. Mereka tidak ke pasar, mereka tidak mencari duit, mereka duduk di masjid untuk belajar dengan Rasulullah SAW. Rasulullah diperintahkan untuk duduk kepada mereka, dengan orang-orang yang miskin, dengan orang yang sederhana, untuk membimbing mereka, untuk mengajari mereka ilmu, sehingga mereka menjadi ahli hadisnya Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan oleh ulama hadis termasuk muksirunal fil hadis, wal muksiruna bahruhum wa anasun Aisyatun wa Jabirul Mugaddasu sahibud dausin wa kazabnu Umar rabbi kini bil muksirina dararah. Di antara yang ahli hadis yang hafal 5.000 hadis lebih, di antaranya sahibud daus Abu Hurairah. Abu Hurairah itu hadir hadis sama Nabi SAW sering seperti kita manusia biasa. Kadang-kadang ada yang ingat, kadang-kadang ada yang lupa. Kata Rasulullah SAW, engkau kalau mendengar hadis dari aku, kau bentangkan selendangmu. Kemudian setelah selesai kau membentangkan selendangmu, kemudian kau pakai selendang itu. Seluruh yang aku ucapkan di situ insya Allah kau bisa dengar. Berkat cintanya beliau kepada Nabi Muhammad, hadis Rasulullah SAW beliau sangat hafal dan bisa mengulanginya. Dan beliau termasuk orang yang hafal banyak hadis, 5.000 lebih dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin, di sini juga kita berkumpul sambil kita berzikir, mendengar manakib, riwayat hidup orang-orang yang soleh. Juga kita berkumpul di sini membaca tilawatil Quran. Berkata Ibnu Salah dalam kitab Al-Itqan lil Imam Suyuti, beliau mengatakan qiraatul Quran karomatun minallah akramahullahu alal bashar wal malaikah la yu'tuna wa hiya harisatun ala istima'iha minal ins. Membaca Al-Quran itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah khusus kita. Tilawatil Quran, yang bisa baca Quran dengan bagus, dengan mahrot yang benar, apalagi ada suara yang bagus, itu karomah, itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk manusia. Alhamdulillah ala hadhil karomah. Bersyukur kita kepada Allah mendapatkan karomah tersebut, kemuliaan tersebut, kemuliaan bisa membaca Al-Quran. Itu termasuk karomah yang diberikan oleh Allah. Para malaikat
Mereka itu kepingin mendapatkan karomah kemuliaan ini, tapi mereka tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diberikan oleh Allah siapa? Manusia. Makanya para malaikat kalau ada manusia membaca Al-Quran, mereka yastami'una ilaih, mereka mendengarkan, istima', mendengarkan, nutup mulut, telinga, memahami, menghayati, merenungi Al-Quran. Alladzina yaqra'una Al-Quran kana lahu bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lamu harfun wa mimu harfun. Membaca Al-Quran itu satu hurufnya saja dapat satu pahala, dan wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu pahala dibalas sampai 10 kali lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif pahalanya 1, 10, lam 10, mim harfun. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali, beliau mengatakan man qara'a harfan, man qara'a al-Quran wa huwa fis shalah kana lahu bikulli harfin mi'ah hasanah. Siapa orang yang membaca Al-Quran waktu sholat, alhamdulillah kita setiap hari baca Quran di waktu sholat, karena Al-Quran itu isinya, sholat itu isinya Al-Quran. Sampai-sampai sholat itu dinamakan oleh Allah Quran. Inna Quran al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh Allah, oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Padahal dinamakan apa dia? Quran. Padahal ini sholat. Inna Quran al-fajri. Kata ulama tafsir disebutkan itu karena sholat itu isinya Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran di waktu sholat, setiap satu hurufnya 100 kali lipat pahala. Man qara al-Quran wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bikulli harfin khamsun hasanah. Kana lahu bikulli harfin khamsun hasanah. Setiap orang yang sholat duduk membaca Al-Quran separuh, 50. Wa man qara al-Quran wa huwa mutatahhirun kharijas shalah kana lahu bikulli harfin khamsun wa ishruna hasanah. Kalau bacanya dalam keadaan punya wudu, buka baca Al-Quran. Ini supaya kita tidak pikun. Kalau baca Quran itu memandang. Qiraatul Quran sambil kita ngawas Al-Quran, melihat huruf-huruf Al-Quran, menyebabkan tidak pikun, kata ulama. Makanya kalau kita kepengen gimana Ustaz supaya nggak pikun, Qiraatul Quran sambil kita meneliti bacaan-bacaan Al-Quran itu. Wa man qara al-Quran wa huwa ghairu mutatahhirin kharijas shalah kana lahu bikulli harfin asyru hasanah. Siapa orang yang membaca Al-Quran tidak punya wudu, lakin cuman tidak menyentuh Quran, hifdzan, yaqra'unal Quran, hifdzan, menghafal Al-Quran, tidak pakai menyentuh Al-Quran, setiap satu hurufnya 10 balasan. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah 10 itu kalau kita hifdzan. Kan fi zamanin Nabi Quran ghairu maujud. Zaman Nabi dulu Qurannya tidak ada. Al-Quran tidak ada. Pembukuan Al-Quran itu adanya di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliaulah yang pertama kali membukukan Al-Quran, sehingga Al-Quran tadi itu ditulis. Alhamdulillah sampai sekarang nikmat tersebut diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Quran diturunkan untuk gunung, diperintahkan oleh Allah gunung, maka gunung tadi bakal hancur. Alhamdulillah manusia, lisan kita tidak pernah patah membaca Al-Quran, semuanya berkat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, mungkin ini cuma selingan. Penceramah tadi sudah memberikan nasihat yang banyak, nasihat untuk kita, mengajarkan kita akhlak yang baik. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagiga. Ini sering kita dengar dari guru-guru kita, utamakan akhlak segala di atas daripada ilmu. Walaupun akhlak banyak, ilmu kita juga harus banyak. Makin banyak ilmu kita, makin bertambah akhlak. Bukan artinya tidak usah belajar, cukup belajar akhlak. Dan akhlak itu adalah ilmu. Akhlak itu ilmu. Jadi ilmu kita harus banyak juga. Belajar jangan berhenti. Minal mahad ilal lahad. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dalam kondisi umur yang tua, sudah tua, beliau berjalan bawa tinta mihbaroh, bawa pena, kemana-mana beliau berjalan bawa pena, tinta tadi. Ditanya, ya Imam Ahmad, ila misli hadzal umur tata'allam
wahai Ahmad bin Hambal, sampai ke umur tua kau belajar terus, tidak pernah berhenti-berhenti. Ma'al mihbaroh ilal makbaroh. Beliau menjawab, bawa pena sampai ke kuburan, baru berhenti ke kuburan. Oleh karena itu senantiasalah kita mencari ilmu, menuntut ilmu, tafakuh fiddin, belajar ilmu-ilmu yang lain. Mungkin dengan berkat berkumpul di sini tergerak hati kita, dengan berbakat memandang orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan kita mudah-mudahan perkumpulan yang mendatangkan berkah dari Allah, menurunkan rahmat Allah, menyebabkan kita terhindar dari fitan. Maka setiap solat jangan lupa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatid dajjal. Ini sunnah dalam solat 5 waktu kita baca. Tapi karena fitnah yang sudah muncul di zaman sekarang ini sangat luar biasa, fitnahnya luar biasa di zaman sekarang ini. Al fitnatu naimah la'anallah man aigodoha. Fitnah itu tidur, diam, jangan dibangunkan. Memang benar kata ulama terdahulu, katanya nanti di akhir zaman saking banyaknya fitnah, kamu lebih baik menjadi batu di rumah duduk, tidak usahlah keluar. Saking banyaknya fitnah itu bakal bermunculan. Nah makanya kita baca doa-doa, minta bantuan Allah. Ada seorang, dia berjalan ngelihat anjing yang lagi nguguk, anjing yang lagi nguguk. Akhirnya kata ulama, bagaimana kamu bisa selamat dari anjing ini? Kalau saya lempar pakai batu, tangan saya kotor, anjing bakal ngejar kita, kamu bakal digigit oleh anjing. Caranya satu, panggil sohibu anjing, sohibul kalb, ada panggil pemiliknya, ambil. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Kalau seandainya di jalan banyak fitnah, di jalan banyak godaan setan, di badan banyak tipu daya, minta bantuan sama Allah. Kekuatan Allah sangat kuat. Mudah-mudahan diselamatkan minal fitan wal mihan wal masaib wal balaya. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana minal ulama'il amilin du'atil mukhlisin hafidhinal qur'anil arim. Allah barik lana fi awqatina wa sa'atina wa lahadatina wa anfasina waj'al baldatana balda thayyibah nayyirah mubarakah wa anbit wal alim wal ulama' salihin al ahyar wahbib fi qulubinal khairat wahbib fi qulubinas salihin waj'alna minas salihin al ahyar. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, jazakumullah khairul jaza. Menginjak acara selanjutnya, yaitu talqinul dzikir serta doa penutup yang kita mintakan kepada guru kita Fadilatul Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Fa'alaikum falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. الفاتحة بنية الشفاء والصحة واللطف والعافية لأخينا الحبيب حسين بن أحمد الحبشي ولأخينا دانيل بن علي بن طيب ولمن أوصانا بشفاء اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يقدر بعده سقما ولا ألما. الله الدنيا وكني وصالحه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت عليها نبعث إن شاء الله تعالى من الفاتح القبول والإقبال وصلاح الأحوال بلوغ الآمال
أن الله يتقبل نياتنا وعملنا وفقنا كما وفق عباد الله الصالحين يصلح أحوالنا كما أصلح أحوالهم ويسدد ألسنتنا كما سدد ألسنتهم ويهدينا كما هداهم وأن الله ينفعنا ببركاتهم وأن الله يسعدنا في الدنيا والآخرة بجاههم وعلى كل نية صالحة وأن سيدنا محمد صالحون وأصحاب الحول وإلى حفظ النبي وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك الغفور الرحيم اللهم يا سبحانك الله وتعالى يا سلام وأن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa penutup tadi maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Kami mewakili keluarga besar serta panitia Sahibul Haul Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syihab mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada antum sekalian serta mohon maaf bila mana di sana sini banyak kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.